بيبدأ فيلمنا النهاردة بكبير المحققين لوثر واللي موجود في موقع جريمة بيحقق في قضية قتل حصلت قبلها بيوم. ولما بيروح لمكان الحادثة بيشوف إن في واحدة ست مقتولة في العربية بتاعتها، وبنعرف إن اللي بلغ عن الحادثة شاب اسمه كالوم، بس بيكون مختفي وقتها ومش لاقيينه. لكن قبل ما نشوف كالوم راح فين وإيه قصته، ادعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالى نكمل الحكاية. بتوصل والدة كالوم للموقع اللي حصلت فيه الجريمة، وبنعرف إن اسمها كورين، وبتحاول تعرف إيه اللي حصل لابنها وفين مكانه. فلوثر بيطمنها وبيقول لها انه بنفسه هيدور على كالوم ابنها، وبيسيبها وبيمشي. وبيكون بيراقب الاحداث من بعيد شخص اسمه ديفيد. بعدها بنشوف ديفيد بيتكلم مع زميله اركادي في التليفون، وبيحاول يعرف منه معلومات اكتر عن لوثر، وبيقول له انه لوثر ما ينفعش يوصل لكالوم. فبيعرف ديفيد ان لوثر شخص فاسد، لكن ديفيد بيكون عاوز معلومات اكتر عنه عشان يمسك عليه غلطه ويبعده عن طريقه. وبيشوف ديفيد في الاخبار ان بالرغم من مهاره لوثر العاليه في حل الجرايم، الا انه متهم في قواضي كتير واحتمال يتسجن بسبب القواضي دي. علشان كده بنشوف بعدها ان لوثر اتسجن بالفعل، وبيكون مفيش حد من المساجين حبه اصلا، وكمان بيدخلوا عليه مجموعه من المساجين وبيهجموا عليه وبيضربوه. وبننتقل لكورين واللي بيجي لها اتصال من ابنها كالوم، وبيديها الموقع بتاعه علشان تروح له. بس لما بتوصل كورين الموقع اللي ابنها قال لها عليه، بتدخل بيت كبير وبتتصدم لما بتشوف المكان اكتر من جثه متعلقه، وبيكون كالوم من ضمنهم. وبيوصل اهالي الجثث التانيه في نفس الوقت، وبتروح كورين تحضن ابنها، لكن فجاه النار بتحرق في البيت كله ومعاه الجثث. وفي وقت ما كل ده بيحصل بتشوف كورين شخص بره البيت وبيخبط لها على الازاز، وبيكون محطوط على وشه شاشه، وبيظهر على الشاشه وشوش الجثث الميته. وبنشوف بعدها المحققه رايان واللي بتوصل البيت بعد ما اتحرق، وبعدها بتكون مجتمعه مع المحققين زمايلها وبيحاولوا انهم يحلوا القضيه. فبيعرفوا من المعلومات المتاحه عندهم ان البيت اللي اتحرقت فيه الجثث بتاع واحد سعودي، لكنه ما جاش بريطانيا من 5 سنين. فبتقول لهم رايان انهم محتاجين يلاقوا رابط مشترك بين الضحايا اللي اتحرقوا. وبنروح للوثر اللي بيكون قاعد في الحجز، فبيجيله من تحت الباب ورقه مكتوب فيها تردد محطه راديو. فبيجيب لوثر المحطه وبيسمع صراخ كالوم وهو بيستغيث، وكمان صوت القاتل بيتحداه وبيقول له ان هو السبب في دخوله السجن. وبعدها بيجي زياره لوثر من كورين، وكانت بتلومه فيها علشان ما قدرش يرجع لها ابنها زي ما وعدها، وبتسيبه وتمشي. بس لما بتخرج بنشوف كورين وهي راكبه العربيه مع ديفيد، واللي كان بيعرض خدماته على كورين وبياخدها ويمشي. فبنرجع تاني للوثر واللي بيكون مخبي تليفون في الحجز، وبيتصل بالمحققه رايان وبيطلب مساعدتها، لكنها بترفض، وكمان بتبلغ الشرطه عشان ياخدوا التليفون اللي معاه في الحجز. وبعدها بيتصل لوثر بصاحبه مكابي وبيطلب منه المساعده، فمكابي بيوافق، لكن الشرطه بتكون دخلت وخدت منه التليفون قبل ما يكمل المكالمه. وبعدها بنشوف ان في مسجون بيحاول انه ينتحر، فبتشوفوا قوات الشرطه في كاميرات المراقبه وبيروحوا له بسرعه، لكن لما بيوصلوا للزنزانه بتاعته بيهاجمهم المسجون. وبعدها بتحصل فوضى كبيره جدا في السجن، والمساجين وقتها بيهجموا على زنزانه لوثر وبيولعوا في المكان، لكن لوثر بيقدر يهرب منهم. وفي الاخر قوات الامن بتتدخل وبترمي قنابل غاز وبيهاجموا المساجين ويسيطروا على الوضع. وبنعرف ان دي من البدايه كانت خطه من لوثر ونجح في تنفيذها عشان يتنقل من السجن ويحاول يشوف اي مخرج ويمسك القاتل. وفي وقت ترحيل لوثر للسجن الجديد بيهجم ناس على العربيه بتاعه الترحيلات اللي فيها لوثر وبيثبتوهم وبياخدوه وبيمشوا. وبنعرف بعد كده ان اللي خطف لوثر هو صديقه مكابي، واللي بعد ما بيوصل لوثر لمكان امن بيديله جهاز الراديو اللي هو طلبه منه وبيسيبه وبيمشي عشان يبدا لوثر يدور على القاتل اللي كان سبب دخوله السجن ودمر له حياته. وبنشوف بعدها ديفيد اللي بيروح يزور ست قاعده ووشها مشوه تماما وبيقعد يتكلم معاها، وبنعرف بعدها ان الست دي تبقى مراته. وبنروح بعدها لراين اللي بيجي لها تليفون بيبلغوها فيه ان لوثر هرب، فبتروح تقابل صديق لوثر المحقق المتقاعد شينك عشان تحاول تفهم منه طريقه تفكير لوثر، وكمان يساعدها انهم يقبضوا عليه علشان مش عاوزه لوثر يتدخل في التحقيق بتاع القضيه. فبيروح تشينك الحجز اللي كان فيه لوثر وبيحاول انه يلاقي اي حاجه توصله لمكانه. فبيلاقي شينك الجواب اللي دخل للوثر من تحت الباب واللي كان فيه تردد الراديو، وبيعرف بعدها كل التفاصيل لما بيجيب الراديو وبيسمع الرساله اللي سمعها لوثر. فشينك بيتصل براين وبيقول لها ان لوثر سمع القاتل في الراديو، وهو دلوقتي اكيد موجود في نفس الموقع اللي اتذاعت منه ترددات موجات الراديو حاليا. وبيوصل لوثر الموقع ده وبيفتح له الباب واحد اسمه ديريك، فبيساله لوثر ازاي تبعت لي تهديد على الراديو وانت حتى ما تعرفش شخصيتي. وبيحاول ديريك يهرب، فبيدخل لوثر المكان وراه وبيتخانق معاه وبيحاول يعرف منه مين اللي جاب له جهاز الارسال. فديريك بيقول له ان ده كان شخص على تواصل معاه، بس لما ديريك راح للشخص ده واعتدى عليه ما كانش هو اللي بيكلمه، وده لان الشخص اللي بيكلمه هدد ديريك وقال له انه لو ما نفذش اللي هيقول له عليه هينشر كل صوره وهو بيعتدي على الراجل. وكمان ديريك بيدي لوثر التليفون اللي كان بيتكلم بيه مع الشخص ده، بس وقتها الشرطه بتوصل للمكان، ولما بيدخلوا الاوضه اللي فيها لوثر وديريك بيكون لوثر هرب ساعتها. فبنروح لديفيد اللي كان في مكالمه مع اركادي واللي كان بيوريه ناس الرهائن الجداد اللي خطفهم،
بيوم. وبنشوف إن الشرطة بدأت تبحث وتشغل كل أنظمة التجسس عشان تعرف إيه آخر حاجة حصلت مع الرهاين دي، فبنعرف إن كل واحد منهم متورط في قضية ليها علاقة بالآداب. وبنروح بعد كده لوثر اللي بيتصل بالمحقق تشانج وبيطلب منه يتتبع الرقم اللي خده من ديريك، وبعد ما كان تشانج رافض الفكرة بيوافق وبيعرضها على راين وبيقول لها إنها تقدر تخلي لوثر يمسك القاتل، وبعد كده هيكون من السهل عليها إنها تمسك لوثر. فبتوافق راين على اقتراح تشانج، فبيدوا لوثر الموقع اللي فيه الموبايل اللي طلبه. ولما بيروح لوثر للمكان بيكون عبارة عن ميدان وفيه كذا مبنى، وعلى كل مبنى بيكون فيه شخص واقف على حافة المبنى ومتعلق في رقبته كاميرا بتصور آخر لحظات حياته قبل ما ينتحر. فبيتصل لوثر بالرقم اللي معاه وبيعرف إن القاتل ديفيد، واللي أول ما بيشوفه لوثر بيجري وبياخد شخص رهينة وبيهددهم لو حد قرب منه هيقتله. وبعد ما بيرن جرس الساعة بيبتدي كل شخص من الناس اللي فوق المبنى ينتحر ويرمي نفسه من فوق، وبتكون الفوضى في كل مكان. وبنشوف المحققة راين بتكون وصلت هي ورجالة الشرطة لكن ما بتكونش عارفة تسيطر على الوضع، وكمان ديفيد بيستغل الوضع وبيحاول يهرب من لوثر. فبينزل بعدها لمحطة المترو ولوثر بينزل وراه، ولما كان بيدور على ديفيد بيخرج ديفيد وبيهجم عليه بسكينة لكن لوثر بيقاومه وبيضربه. وبيوصل واحد من الشرطة وبيضرب لوثر وبيحاول انه يقبض على ديفيد لكن ديفيد بيضربه بالسكينة اللي معاه وبيهرب. ولوثر بيحاول يسعف الضابط اللي طلع كان بيشتغل معاه في الفريق قبل ما يتحبس، لكن الضابط بيقول له يهرب بسرعة قبل ما الشرطة تيجي. بعد كده لوثر قام عشان يجري ورا ديفيد عشان الشرطة ما تمسكوش لكنه ما بيقدرش يلحقه. وبننتقل لأركادي فبنشوفه وهو بيدير موقع في الديب ويب، والموقع ده بيعرض عليه كل الجرائم اللي بيعملوها وكمان جزء من حرق الجثث بتاعة كالوم واللي كانوا معاه، وبيعرض كمان فيديو تشويقي للمشاهدين. وبيتصل بيه ديفيد وبيطمن على شغله في الموقع، فأركادي بيقول له إن الأعداد بتزيد كل دقيقة. وبنشوف لوثر وهو بيكلم تشينج وبيطلب منه يكلم راين وبيقول لها إن في رابط مشترك بين الناس اللي ماتت ولازم يلاقوه، وإن ديفيد بيتجسس عليهم عن طريق حساباتهم الشخصية على الإنترنت وبيعرف عنهم أسرار وفضايح، فبيهددهم بنشرها وبيبتزهم. وبسبب خوف الناس من الفضيحة بيقرروا إنهم ينتحروا. وبيقفل لوثر المكالمة مع راين لما بيعرف إنها بتحاول توصل لموقعه. وبنروح لبيت راين وبنشوف بنتها آنيا اللي بتسمع صوت غريب في البيت، فبتقوم تشوف مصدر الصوت لكن وقتها بيجي ديفيد ويهجم عليها ويخطفها. وبعدها بيروح لوثر لكورين وبيحاول يعرف منها مين الشخص الجديد اللي دخل حياتها، فبتقول له كورين إن في شخص اسمه تومي كان بيساعدها وكان بيجي دايما البيت عندها، وبيطلع يا صديقي إن تومي ده هو نفسه ديفيد. وبنروح بعدها لشينكي وراين وأرشي، وكمان عاوزك تفتكر أرشي لأنه وراه مصيبة. المهم شينكي بيقول لراين إن الضحايا اللي ماتت كلهم قابلوا نفس الراجل بنفس المواصفات لكن بأسماء مختلفة، والمشترك بين اللي قاله ديفيد لكل ضحية فيهم إن زوجته توفت في حريق أكليستون. فبتبدأ راين إنها تدور على المعلومات بتاعت حريق أكليستون، بس بيجي لها مكالمة من ديفيد وهو خاطف بنتها وبيقول لها إنها لو عاوزة بنتها تاني لازم تخلص من لوثر. فراين بتخلص من المحقق تشينكي وبتمشيه وبتقول له إن مهمته انتهت، وبتتصل على لوثر وبتقول له إنه كان عنده حق لكن ما بتدوش أي معلومة عن ديفيد، وبتطلب منه إنها تقابله وتقبض عليه علشان تبعته لديفيد. ولما بتقابله بتقول له إنها عرفت إن اسمه ديفيد وكان عنده قضية اعتداء على بنت من 6 سنين، ولما مراته عرفت قررت تنفصل عنه فحرقها، بس ما حدش قدر يثبت عليه حاجة. فبيخرج معاها لوثر وهم في طريقهم لعربية راين بيفهم لوثر إن ديفيد بيهددها ببنتها، بس لوثر ما بيكونش موافق في الأول إنه يروح معاها وبيحاول يتناقش مع راين لكنها بترفض النقاش وبتكون متعصبة جدا وبتصر على إن لوثر يركب معاها العربية عشان تنقذ بنتها، لكن الكلام ما بيكونش جايب نتيجة مع لوثر فبتهدده راين بالمسدس بتاعها وبتحطه في شنطة العربية. وبعدها بتروح راين ولوثر لجورجيت واللي بتكون زوجة ديفيد وبيحاولوا إنهم ياخدوا منها أي معلومات، لكن جورجيت بتكون خايفة منهم في الأول وبعدها في النهاية بتديهم معلومات يوصلوا بيها لديفيد. فبتروح راين للمكان اللي قالت لها عليه جورجيت ولوثر بيكون مستنيها، فبيتصل بتشينكي وبيقول له إن إحنا ما بندورش على واحد بس وإن دول عصابة وإنهم بيديروا غرفة تعذيب على مواقع الديب ويب. وبيطلب لوثر من شينكي خدمة أخيرة، وقتها بتكون خلصت راين اللي بتعمله وبتروح للوثر وبيمشوا. بعدها بنشوف المحقق أرشي اللي قلت لكم ركزوا عليه بيتواصل مع ديفيد وبيقول له إن راين مسافرة النرويج، فديفيد بيطلب من أرشي إنه يقتل مراته جورجيت، ولو نفذ أرشي الطلب ده ديفيد هيطلع من حياته تماما. فبيروح أرشي لمرات ديفيد وكان هيقتلها لكن بيكون مستنيه هناك تشينكي ومعاه الشرطة، بس قبل ما يقبضوا عليه بينتحر أرشي. المهم بنروح للوثر وراين اللي بيكونوا ماشيين في طريق جليدي والعربية بتغرز منهم في التلج فبيكملوا على رجليهم، وبيشوف لوثر إن في جثث متجمدة تحت الجليد لكن بيكمل طريقه هو وراين. ولما بيوصلوا وبيدخلوا البيت بتسمع راين صوت بنتها فبتجري عليها بسرعة، لكن لما بتوصل لها بتكون بنتها مشنوقة ووشها متشوه خالص ومعاها ضحايا تانيين، والصوت بتاع بنتها بيكون متسجل على تسجيل كاسيت. فبتزعق راين في لوثر فبيخرج من المكان لكنه بيحس إن في حد معاهم، فبيدور في المكان كله وبيشوف أوضة غريبة وبيدخلها. ولما
ولما بنرجع لراين بنشوف ان هي قدرت تعرف ان الجثه بتاعت بنتها مزيفه، بس وهي رايحه تقول للوثر بيهجم عليها اركادي وبيخنقها. وبنكمل مع لوثر اللي كان ماشي في المكان اللي دخله، ولما بيوصل للاوضه اللي بيتم فيها التعذيب بيجي ديفيد من وراه ويضربه، وبعدها بنشوف ديفيد وهو رابط لوثر وبيعذبه. وكمان بنشوف ان في ناس كتيره جدا بتتابع البث المباشر، والناس دي بيكونوا بيتفرجوا على التعذيب اللي بيحصل للوثر ومستمتعين كمان من اللي بيحصل. وبعدها بنشوف اركادي جايب راين الغرفه، وبتكون بنتها في الغرفه اللي جنبها وفي حد بيحاول يخنقها، فبتحاول راين انها تنقذها لكن مش بتعرف، فبيطلب منها ديفيد انها تطعن لوثر بالسكينه عشان تنقذ ابنها. وراين بتطعن لوثر وحرفيا كل الناس بتكون مبسوطه جدا وبيسقفوا كمان. وبعد كده بيأمر ديفيد حد من رجالته انه يفك لوثر ويحط مكانه راين، وبيدي شاكوش للوثر وبيأمره انه يكسر رجل راين، لكن لوثر مش بيقدر انه يعمل كده. وكمان بيقول لكل الناس اللي بيتابعوا البث دلوقتي ان الشرطه بتتعقب موقعهم وهيوصلوا لهم، لكن ديفيد بيحاول يقنعهم ان كل الادله هتتحرق بعد البث ومحدش يعرف اننا هنا، لكن الناس اللي بتتفرج بتخاف على نفسها وبتبدا تطلع من البث. وكمان لوثر بيكمل استفزاز في ديفيد وبيقول له ان مراته قالت لهم على كل حاجه عنه، فبيأمر ديفيد حد من رجالته انهم يضربوا لوثر، لكن لوثر بيقدر انه يضرب الشخص ده بالشاكوش. وبعدها بيفك راين وبيجري ورا ديفيد، واركادي بيضرب في راين وبنتها لكنهم بيقاوموه وبيقدروا انهم يضربوه، بس كان لازم يخرجوا من المكان بسرعه لان المكان ولع وقتها والشخص اللي كان بيضربه مات محروق. وبعدها بنروح للوثر اللي بيقدر انه يلحق ديفيد في العربيه قبل ما يهرب او يحرق المكان، وبيبداوا يضربوا في بعض فالعربيه بتغرق في الجليد. وبيقدر ديفيد انه يطلع من العربيه لكن ما بيعرفش يطلع من الجليد. ولوثر كان بيحاول انه يجيب التليفون وبيقدر يوقف الحريقه اللي بتكون في المبنى الرئيسي اللي كانوا فيه راين وبنتها، بس وقتها بيكون وصل تشينج وبيقدر ينزل غواصينه وينقذوا لوثر. وبنشوف كمان ان ديفيد مات وهو مش عارف يطلع من الميه. وبنشوف راين وهي بتشكر لوثر وبياخدوه في هليكوبتر عشان يعالجوه. ولما بيفوق لوثر بيلاقي تشينج قدامه وبيقول له انه في بيت امن تبع الحكومه. وبعدها بنشوف ان في ناس جايين للوثر وبيشكروه وكمان بيطلبوا منه انه يروح للرئيس عشان يشكره بنفسه. وهنا بيكون خلص فيلمنا النهارده. يا رب يكون الملخص عجبكم ونشوفكم في فيلم جديد، ولو حابين تشوفوا اي فيلم اكتبوا لنا اسمه في التعليقات.